قصة الصحابي البراء بن مالك. كان البراء بن مالك رضي الله عنه صحابيا شجاعا وباسلا في المعارك، كان معروفا بقوته وشجاعته الفائقة. كان أخا لأنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. في معركة اليمامة اشتد القتال وحوصر المسلمون في حديقة وأغلق عليهم الباب. رأى البراء ذلك فصرخ في المسلمين: ألقوني عليهم. وثب البراء فوق أسوار الحديقة ودخل إلى صفوف الأعداء، قاتل بشراسة وشجاعة عظيمة وفتح لهم الباب. كان يقاتل وكأنه أسد وبذل قصارى جهده لفتح الطريق للمسلمين. في معركة أخرى أصيب البراء بجروح خطيرة، لكنه لم يشتكي بل ظل يقاتل حتى اللحظة الأخيرة. كان يرى الموت في سبيل الله أسمى أمنياته. العبرة الحكمة من هذه القصة الشجاعة والتضحية بالنفس في سبيل الله هما من أعظم الفضائل. البراء بن مالك يمثل رمزا للشجاعة والإقدام في الدفاع عن الإسلام. تعلمنا هذه القصة أن التضحية في سبيل الحق ورفعة الإسلام هي عمل عظيم، وأن الإيمان القوي يدفع الإنسان إلى التضحية بكل ما يملك.